تعرفون وش يعني البركة؟ لما تمر عليك شهور بدون لا تروح لطبيب فهذه بركة. لما تاكل أكل قليل وتشبع هذه بركة. لما راتبك يبقى معك لآخر الشهر هذه بركة. لما عائلتك كلها حولك وعلى قلب واحد هذه بركة. لما مشترياتك تدوم معاك سنين هذه بركة. والله العلي العظيم انه يا في نعم في حياتنا الله منعمها علينا حنا ما نحس فيها الا اذا فقدناها، او نفكر في اشياء مو بعندنا نطلبها وننسى الاشياء اللي الله معطينا وموجودة في حياتنا. فلا تفكر في شيء مو هو موجود عندك وتنسى اشياء وكثير من النعم موجودة عندك. نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الستر، نعمة الأمان، نعمة الأكل، نعمة السقف في البيت، نعمة الأهل، نعمة كل شيء موجودة عندك حاليا. فلا تنسى هذه النعم وتفكر في شيء مو بعندك، في دين، في فلوس.